بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صباحكم ورد وسعادة على أحلى أخوات ومتابعين. عايزة أقول لكم بقى يا لهوي يا لهوي، حماتي طالعة على السلم وأنا لسه ما خلصتش الغدا، تهجبني من شعري. لا ده أنا عايزة أجننها كده بشطارتي كده وحلاوة طبيخي. طلعت جري كده على المطبخ وطلعت كيس لحمة كده من الفريزر وبدأت أقطعه كده التقطيعات المناسبة لنا. أتمنى مني كده تشجعيني بالله كل اشتراك وتعليق كده حلو منك، وتاخدي جولة بسيطة في قناتي المتواضعة. إن شاء الله تستفيدي معايا، ويا ريت تكتبي لي أنت بتابعيني من أي بلد عشان دي حاجة بتبسطني وتفرحني جدا. تعالي بقى نشوف. أنا حماتي لسه طالعة على السلم، عايزة أخلص الغدا قبل ما توصل للباب الشقة. هنقطع اللحمة كده كويس مع بعض كده بالشكل اللي أنت شايفاه دون. طبعا لازم أعمل لها أحلى أكل، طبعا حماتي بتحبه، ده أنا أحط حماتي جوه عيني ماليش بركة إلا هي. هنجيب كده اللحمه الاول. بعد ما قطعت اللحمه انا غسلتها كام غسله كده تحت الحنفيه، وعصرت عليها نص ليمونه عشان خاطر الزفاره، اللحمه ما بتتنقعش. وفي حله فاضيه من غير اي اضافات بدي صدمه كده الاول للحمه واشوحها من كل الجوانب لغايه لما تشرب كل الميه اللي تنزل منها عشان تبقى طعمها حلو. ما بحبش اسلق اللحمه في ميه بتغلي ابدا. الطريقه دي بتخلي لك طعم الاكل حلو كده وريحته حلو. ما انت لازم تجنني حماتك كده بشطارتك كده وبحلاوه اكلك، تكات وحاجات بسيطه جدا بس بتختلف في الاكل. تعالي كده. انا شوحت اللحمه كويس جدا وشربت كل الميه اللي فيها. هنبدا ننزل عليها بالاضافات اللي انت شايفاها معايا. الاضافات دي بتخلي لك طعم الشوربه حلوه وكمان ريحه الاكل حلو. ما انا زي ما قلت لك لازم تجنني حماتك كده من حلاوه وطعامه اكلك. هننزل عليها كده بقى بميه عاديه، ميه من حنفيه او ميه مغليه، انا ما بتفرقش معايا والحمد لله، وما بتطلعش اي ريم معايا زي ما انت شايفه كده. الطريقه دي حلوه جدا. هنبدا نضيف بقى هنا التوابل او البهارات بتاعتها. معايا هنا من الكباب الصيني، معايا هنا رشه من الفلفل الاسود، ومعايا كمان ضفت حبهان كام فص كده من حبهان. بس الاول كده بفتحه الاول عشان خاطر يديله ريحه وطعم حلو جدا. ببدأ كده افتحه. تعالي بقى نضيف حاجة كده بسيطة في قلب تسوية اللحمة. هنا معلقة سكر صغيرة، ايوه سكر، ما انا ماليش بركة لحماتي. خلي بالكم هي لسه طالعة على السلم، يا رب نخلص الغدا قبل ما توصل لباب الشقة. خلاص هنا اللحمة بدأت دخلت في التسوية. شوية السكر دول بتسرعها لك وكمان بتخلي لك ريق الاكل بتاعك مسكر. ما دام دخلت في التسوية ببدأ ازودها الملح كده واقلبها واسيبها بتاع حوالي ربع ساعة كمان لغاية لما تشرب من طعم الملح وتبقى حلو. تعالي نخش على اللي بعد. هنعمل الصينية الحلوة بقى اللي هي طالباها بايديها او طالباها كده كده، عايزه تاكل اكل كده من بتاع زمان بتكات وحركات زمان. عايزه صينيه بطاطس باللحمه كده زي بتاعه امهاتنا. طبعا لازم زي ما انا قلت لكم هجننها بشطارتي. هنعمل هنا صينيه البطاطس. هنا معايا هنا الاول هنا بصلايه. ببدا كده ابشرها على ايديا كده وببدي فرشه من الملح وابدا ادعكها بايديا. اهم حاجه تدعكها بايديك عشان تنزل كل الميه اللي فيها. زي ما قلت لك تكات وحركات بسيطه بس بتفرق في طعم الاكل ونفسه. هنا خلاص هنا خلصت كده دعكت البصلايه بشويه الملح لغايه لما نزلت الميه اللي فيها. هنبدا بقى نولع عليها البوتاجاز. انا حبيت اوريك المقطع ده بس تفكري ان الصينيه انا سايبه النار ولا عليها ولا حاجه لان النار كانت مقفوله. وبدات ادعك كده البصلايه الاول بالملح وبعد كده ولعت العين عليه. هنضيف شويه من الزيت. هنبدا نحمر البصلايه او ندبلها. وبعد كده هنزل عليها فصين من التوم. بطاطس يبقى لازم فصين من التوم، بتدي لها طعم وريحه حلوه جدا. اتمنى منك تجربي صينيه البطاطس بالطريقه دي، صدقيني مش هتبطلي تعمليها وفي الاخر هتشوفيها شكلها عامل ازاي. هننزل عليها بشويه كده من الطماطم الحلوين كده مفرومين ومصفيين طبعا. وهنضيف عليها كمان رشه من السكر. ايوه هنضيف رشه من السكر عشان خاطر تعادل الحموضه اللي في قلب الطماطم. انا عايزه تاكل حماتي كده تاكل الاكل كده وما تقولش اي في حموضه ولا معدتي بتوجعني وتقعد تخيل عليا وتقول عيني عليك يا ابني الاكل بيوجع البطن وكل حموضه. لا انا عايزاكي تجننيها كده بشطاره ايديكي. هننزل بعد كده بالبطاطس. البطاطس انا بوريها لك ان انت ما تقطعهاش رقيق، قطعها تخين عشان خاطر ما تتكسرش كده وحماتك تقعد تصطادها من قلب الصينيه. لكن هنا هتستوي والخرطه هتبقى بخرطتها وان شاء الله هتبقى جميله معاكي. هنبدا نزودها طبعا شوربه من بتاعه اللحمه ونشيل قطع اللحمه كده في قلب الصينيه. طبعا انا بحب ازودها شوربه ما بحبش ازودها ميه، لان انا لو الصينيه لو فيها لحمه او فراخ وجيت تزودها ميه تحس كده ان الحاجه ريحتها بقت زفره. فانت زوديها بشويه شوربه من بتاعتها كده الاول. هنبدأ نضيف بقى هنا البهارات. هنضيف شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، شوية من الفلفل الأسود، وضفت شوية شطة كده صغيرين عايزة ألهلب بق حماتي من حلاوة أكلي وبعد كده أظبط الملح بتاعي. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. عايزة أقولك أحلى وأجمل صينية بطاطس ممكن تعمليها في حياتك. طعم وريحة في منتهى الجمال. ده انت لسه هتشوفيها لما تستوي معايا. هنقلبهم كله كده مع بعض كده ونغطي عليها وتسيبيها بقى لغاية
ما تستوي كده وتتسبك مع بعض. ويا رب حماتي لسه طالعه على السلم. حماتي قربت تطلع على السلم خلاص. خلصنا الغدا اهون. عملت صينيه البطاطس زي ما انت شايفاها، شايفه شكلها حلو ازاي. اللحمه دايبه دايبه كده، والبطاطس مستويه ولا متكسره ولا هتقعد تصطاد ورا الصينيه ولا اي حاجه. ومعايا هنا الشوربه لسان العصفور، عملتها شويه شوربه لسان العصفور كده مفلفلين اهما، ما هماش معجنين ولا شاربين الشوربه بتاعتهم. وحماتي بتحب الرز حبايه وحبايه، ما انا ماليش بركه الا هي. اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله، وحط حماتك جوه عينيكي. والسلام عليكم ورحمه الله.